احنا متعودين ان الرجالة يعكسوا الستات في الشارع، وده بقى زي عادة غريبة كده وبقت مقبولة لسبب مش مفهوم. بس مش عارفة أحس بإيه ناحية العادة الجديدة دي، إن الرجالة يخوفوا الستات في الشارع، وبالذات الإسلاميين وبالذات المهاجرين. في حاجة في الموضوع ده مش مريحة بالنسبة لي، قوليلي رأيك إيه؟ هو عملها تاني. الراجل اللي لابس كابيشو ده باين عليه متربص في مانشستر وبيحاول يخوف ويتضايق الستات. بنت تانية. ايوه واحدة تانية كمان، المرة دي لسيدة مسلمة. الترام وقف. ايه اللي كان بيحصل؟ يا رب تكونوا بخير. هي فين؟ عامل ايه؟ لا يا عم انت ما تلمسنيش يا صاحبي. انا شفت انت كنت بتعمل ايه مع البنات يا صاحبي. شفت انت كنت بتعمل ايه مع البنات. هتفضل تعمل كده؟ بصراحة أنا مش عارفة كنت هعمل إيه لو كنت ماشية في الشارع وحد بدأ يعمل كده معايا. بجد كنت هخاف جدا، وممكن كنت أتصل بالشرطة. وبصراحة أنا مبسوطة جدا إن في راجل واخد باله من ده، عشان ده يخليني أحس بأمان أكتر بكتير. لو حد ظهر قدامي كده وخوفني وكان شكله كده، وبعدين عرفت إن في راجل موجود ممكن يدافع عني، ده هيخلي كل حاجة أسهل. برافو للراجل اللي بيصور ده. انا مصور كل حاجة فيديو. انت فاكر تخويف البنات هزار؟ ازاي يبقى هزار وانت بتخوف البنات؟ ليه ما تخوفنيش زي ما بتعمل كده؟ هو مختلف؟ يلا بينا نمشي، يلا تعالوا معايا يا جماعة، يلا نمسكه، يلا نمسك الراجل ده، يلا نمسك الراجل ده. امسكوا الراجل ده، امسكوا الراجل ده، امسكوا الراجل ده. كله متصور فيديو يا صاحبي. لا هو هيخرج، هو هيطلع هناك. انت محتاج ايه؟ اطلع وبعدين اطلع بره. اخدت اسمه صح؟ اخدت اسمه. على الوطنيين الرجالة إنهم يدافعوا عن الستات. الرجال الوطنيين في أي بلد يدافعوا عن ستات بلادهم. ولما يكون عندك ناس زي دول، مش مهم هم مين، جايين منين، شكلهم إيه، أو بيؤمنوا بإيه، بس هم بيمشوا يخوفوا البنات في الشوارع. الرجالة لازم يحموا البنات من الظاهرة دي. نقطة، خلصنا، بسيطة. يا صاحبي بص على ده لو سمحت. ده بتاعك؟ اسمك ايه؟ وريني نفسك. يلا بينا. خليني اشوف بطاقته، يلا. هيرمان باسكوال في كلية مانشستر. هو طالب، الولد ده طالب، الراجل ده طالب، وفاكر إن ده مقبول. عندي معلومة ليكم يا جماعة، صاحبي بعت لي صورة لحد كان بيعمل كده من كام يوم، وشكله شبه الراجل ده قوي. يا رجال الأمن 7 أشخاص بيطاردوا الحاجة الجاية. الحارس الأمني قال نفس الكلام، أنه كان بيطارد ستات من كام يوم. أمن بريمارك يعرفوا الراجل ده، شكله عارف إنه عمل حاجة غلط. أيوة، لأنه فعلا بيعمل حاجة غلط، وفكرة إنه عمل كده أكتر من مرة ولسه فاكر إنه ممكن يفلت منها بتقول لنا إن في مشكلة هنا، مشكلة جدية جدا. مش عارفة انتوا إيه رأيكم، بس النوع ده من التصرفات بيخلي الشخص ده خطر. هو بيرتكب أنهي جريمة بالظبط مش عارفة، بس واضح إن ده فعلا تحرش بالناس وتخويف الناس عن قصد. مش مقبول، ده مش مقلب، وهو مش بيهزر، بس هو بيعمل كده كتير لدرجة إن رجال الأمن عارفين عنه. طيب إيه اللي ممكن يتعمل؟ هي دي مشكلة قانونيا. مش عارفة إذا كان في حاجة ممكن تتعامل مع حد زي ده، لأنه كل اللي بيعمله إنه بيقرب من الناس بطريقة غريبة وقريبة قوي. بس ده يعتبر تحرش لحد ما، مش كده؟ تعملي إيه في حاجة زي كده؟ عايز يتقبض عليه. أظن كل حاجة لحيتهم ظروف غريبة، ده المشتبه فيه. احنا بس جايين نقعد وناخد وقتنا في الكلام في الموضوع ده. تمام هوريهم الفيديو ماشي. أيوة بس بعيدوه عني. أيوة عايزين تتفرجوا عليه؟ يا جماعة آسف إنه ما كانش الساعة 5 مساء. انا مش هركب العربية. انت رايح؟ خدني معاك في العربية. كويس إن البنات دول اتكلموا وقالوا للشرطة اللي حصل، والحمد لله. بصي، هو فعلا اتقبض عليه. ما ينفعش تفضل تتحرش بالناس كده، خصوصا لما يكون واضح جدا إنك بتستهدف البنات، صح؟
حاجة تانية خالص. لو معاك كاميرا وبتعمل هزار أو هزار تقيل، بس ده مش اللي بيحصل هنا. هو فعلا واحد مقرف، واضح عليه إنه كده. تصرفاته كلها غريبة، حتى الطريقة اللي ظهر بيها في الكاميرا في أول الفيديو. فاكرين الجزء ده؟ لما كان بيدور على البنت. واقف هناك. لا يا عم انت ما تلمسنيش يا صاحبي. على فكرة، مش بتحب كده لما تبقى في واحدة شرطة متخفية؟ أنا شايفة ده جامد جدا. الكلام وفي جولة جميلة، الشوارع هنا جميلة. تمام كده؟ ايوه ماشي ماشي ماشي، هوريهم الفيديو. ايوه بس بعيدوه عني. ايوه تحبوا تتفرجوا عليه؟ يا جماعه اسف انه ما كانش الساعه 5. مش هكلمك، أنا بتكلم. أنت هتاخدني يا أمين. امين. كانت نهاية سعيدة لعصر كان مقرف جدا. انت هتوديني بالعربية؟ ايوه انا كده يا بوني تيل. انت هتاخدني. وكمان ممكن أقول بس إن في سخرية في إن بنات هما اللي بيقبضوا عليه. انت هت انا كويس. لا عادي 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 عادي. لا بس هو لازم يكون يستحق ده. وبعدين تلاقي الأغبياء في الشارع يقولوا لك خبي الكاميرا بتاعتك، ده مش كويس. لا 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 لا، الراجل ده يستاهل كده. خلي ده يكون راد على أي حد تاني. عارفة، الفيديو ده كان نهايته مش سعيدة، عشان كان في واحد هناك بيتفرج وشاف تصرف هو شايفه مش مقبول، وعشان كده صوره بالكاميرا. واجه الراجل بنفسه، جري وراه، كلم الشرطة، اتكلم مع الأمن، ورتب كل حاجة علشان الراجل ده يتشال من المكان، والبنات اللي ماشية في المنطقة دي يحسوا بالأمان. دلوقتي أنا مش من الناس اللي شايفة إن المشاعر هي أهم حاجة في الدنيا، بس فعلا أعتقد إن سواء كنت بنت أو ولد أو أي حد ماشي في الشارع، مش المفروض تتعرض لحد بيحاول يضايقك عن قصد لمجرد إنه مش متزن أو تعبان نفسيا. هو بان إنه تعبان، مش عارفة إذا كان ده فعلا حقيقي ولا لأ، مش عارفة إيه اللي حصل في الآخر مع الراجل ده، بس برافو على الشخص الوطني اللي فعلا وقف وتصرف، لأنه سهل جدا تشوف حاجة غريبة وتقول خلاص مش مهم، عندي حاجات أهم أعملها في يوم. بس الراجل ده قرر ياخد الموضوع على عاتقه ويغيره، وبسبب كده يمكن في بنات كتير ما تعرضوش للمتضايقة. ولازم أقول إن ده من الحاجات اللي عارفة إزاي بيقولوا إن القتلة بيدقوا بقتل الحيوانات الصغيرة. لما يكون في حد بيعمل التصرفات الغريبة دي، في الآخر ده هيؤدي لتصرفات أكتر خطورة، لو مش كده أصلا. حد زي ده كلنا عارفين إنه ما عندوش حدود في أي حاجة، وعلشان كده ممكن تكون في بنت صغيرة الفيديو ده أنقذها من حاجة أسوأ بكتير 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 من مجرد إنها تتخض في الشارع. وعلشان كده لو انتي ماشية في الشارع وشوفتي حاجات غريبة زي دي، اتكلمي عنها، اتكلمي بصوت عالي، اتصلي بالشرطة، قولي أي حاجة. عارفة إن أغلبنا عايشين في بلاد الشرطة فيها مش فعلا قادرة تعمل أي حاجة، بس أوقات ممكن يقدروا يساعدوه. وأوقات ممكن تكوني أنقذتي بنت من يوم سيء، أو حتى من حاجة أسوأ ممكن تحصل لها، وده يستاهل مش كده؟ تبلاش تسكتي. لو شفتي تصرف غريب أو حاجة غلط لازم يكون عندك الشجاعة إنك تواجهيها. الموضوع ده مهم جدا بشكل لا يصدق. شكرا إنك اهتميتي بالموضوع ده.